تفتكر من أول واحد في التاريخ خد جائزة نوبل في الأدب، تولستوي ولا دوستويفسكي؟ أنا كمان كنت متأكد إن هو أكيد واحد من العمالقة دول، لكن اللي اكتشفته صدمني. أول واحد ياخد جائزة نوبل في التاريخ كان شاعر فرنسي اسمه سولي برودو. اتولد سنة 1839 وكان مهندس بيحلم يبني الجسور، لكن المرض كسر حلمه فساب الهندسة ومسك القلم. الغريب إنه كان بيكتب شعر عن الفلسفة والرياضيات والذرة. تخيل شعر بيكتب عن الذرة قبل ما العلماء يكتبوها. وعلشان كده لجنة نوبل اختاروه إن يكون أول شاعر في التاريخ يكتب اسمه جنب كلمة نوبل. لكن المفاجأة الحقيقية إنه خد فلوس الجائزة دي وعمل بيها جائزة عشان يشجع الشعراء الشباب بعد. يعني أول فائز كان أول واحد يبدأ سلسلة العطاء. يمكن يكون مش مشهور دلوقتي، لكنه فتح الباب لأكتر من 120 كاتب علشان ياخدوا الجائزة بعده. وصدقني اللي بعده قصته أغرب من الخيال. تابعني عشان تعرف مين رقم 2 في تاريخ نوبل في الأدب.